وجود شخص في وسط الناس ليه قواعد. في البيت في طريقة معينة للكلام، في المدرسة في حاجات بتخليك قريب من صحابك وحاجات ممكن تخليك مختلف، وبعد كده القواعد دي بتتغير مع الجامعة والشغل والعلاقات، لكن الفكرة نفسها بتفضل موجودة. ايه المقبول وايه الغريب؟ ايه اللي يخلي الناس تضحك عليه وايه اللي يخلي شخص يبقى واحد مننا؟ ومع الوقت احنا ما بنتعلمش بس ازاي نتعامل مع الناس، احنا كمان بنتعلم ازاي نبقى جزء منهم. في علم النفس في أدلة قوية جدا على إن الإنسان عنده دافع أساسي لتكوين علاقات مستقرة وكمان الحفاظ عليها، وإن الروابط الاجتماعية المستمرة مش مجرد إضافة لطيفة للحياة، هي احتياج إنساني ليه تأثير واسع على السلوك والمشاعر. يعني إحنا مش بس محتاجين ناس حوالينا، إحنا محتاجين نحس إن إحنا لينا مكان بينهم، لأنك لما تكون محتاج تنتمي لمجموعة ما ينفعش حد منهم يقولك غير نفسك. وفي أوقات كتير مفيش حد بيطلب منك أي حاجة، انت بس تلاحظ ان الناس ابتدت تضحك على نوع معين من الكلام فهتبدأ تضحك معاهم، تلاحظ ان في رأي معين هو اللي مقبول فتفكر مرتين تلاتة قبل ما تقول رأيك، تلاحظ ان في طريقة معينة في الكلام او اللبس او التصرف بتخلي اصحابها اقرب للمجموعة فهتبدأ تتبناها. ومرة ورا مرة الحاجات الصغيرة دي ممكن تتحول لطريقة حياة، مش لانك قررت تبقى شخص تاني لكن لان الانسان بيتعلم من الناس اللي حواليه. عشان كده جملة أنا مختلف عنكو مش دايما مجرد اختلاف في الرأي، أحيانا ممكن تتفهم اجتماعيا كأنها أنا مش واحد منكو، وهنا الاختلاف بيبتدي ياخد وزن أكبر وبيفسر حاجات بنعملها كل يوم من غير ما نفكر فيها. بنبتدي نغير في سلوكنا على حسب المكان، طريقة كلامك مع أصحابك مش هي نفس طريقتك في اجتماع شغل، وطريقتك مع عيلتك مش هي نفسها مع شخص أول مرة تشوفه. وده مش معناه إن عندك شخصيات مزيفة، التكيف مع السياق جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية. المشكلة مش إن سلوكك يتغير، المشكلة انت بتغيره لانك اخترت الطريقة الانسب للموقف ولا عشان خايف ان النسخة الاصلية منك ما تتقبلش. الفرق بينهم ممكن يبان صغير لكن في الحقيقة هو كبير جدا. الحالة الاولى انت بتتكيف وفي التانية انت بتبدأ تختفي، والاختفاء غالبا مش بيبدأ بحاجة كبيرة، ممكن يبدأ برأي ما قلتوش، اهتمام ما حبيتش تتكلم عنه، حاجة بتحبها لكن بدأت تحس انها مش مناسبة، طريقة كلام بدأت تغيرها، انجاز قررت ما تتكلمش عنه اصلا. كل دي حاجات بسيطة لكن لما هتتكرر هتتحول من ان انا مش هقول الحاجة دي لان انا مش هتصرف بالطريقة دي، وبعدها انا مش عايزة ابقى مختلف. وهنا بقى بيبتدي التحول، بدل ما تستخدم المجموعة عشان تعرف العالم بتبدأ تستخدمها عشان تعرف نفسك. ايه اللي مقبول وايه الطبيعي، ايه اللي يستحق احترامك، ايه اللي يخليك محبوب بين الناس دي وايه اللي يخليك غريب. وبالتالي صورة الانسان عن نفسه ما بتتكونش من فراغ، الناس اللي حواليه والمجموعات اللي بينتمي ليها ممكن يكون ليها دور في تشكيل الإطار اللي بيشوف بيه نفسه. لكن في حالة مختلفة تماما، مش الشخص اللي بيحاول يبقى شبه المجموعة، الشخص اللي مختلف عنها بوضوح ممكن يكون أكثر كفاءة، أسرع في التعلم، إنتاجيته أعلى، أو ببساطة أداؤه ظاهر جدا. ومن هنا بقى بيظهر الفرق. الشخص اللي المفروض ان المجموعة تستفيد منه ممكن في بعض البيئات يلاقي نفسه بيتعرض لاستبعاد او استهداف، وده مش معناه ان الناس بتكره الناجح، لكن في ظاهرة تستحق النظر، إن الكفاءة بتخلق دايما نوع من أنواع المقارنة. لما شخص ينجح نجاحه مش دايما بيظهر لوحده، أحيانا نجاحه بيخلي اللي حواليه يبتدوا يقارنوا أدائهم بيه. وإحنا هنا مش بنتكلم عن قانون إن الناجح مرفوض، لكن بنتكلم عن احتمال إن الفرق الكبير في الأداء بيغير ديناميكية المجموعة. الشخص الكفء ممكن من غير ما يقصد يرفع مستوى المقارنة، والمقارنة دي بتبتدي تولد مشاعر مختلفة، إعجاب، إلهام، منافسة، وأحيانا حسد. لكن في بعض البيئات ممكن المشاعر دي تتحول لسلوك زي تقليل من الإنجاز أو تجاهل أو استبعاد أو محاولة إبعاد الشخص عن مركز المجموعة. المشكلة مش بالضرورة في إن الشخص أفضل، أحيانا المشكلة إن تفوقه أصبح ظاهر جدا داخل مجموعة بتحس بالفرق. وده يفسر ليه بعض الناس خصوصا في البيئات التنافسية بيتعلموا حاجة غريبة، إنهم مش بس يختاروا إيه اللي يعملوه لكن يختاروا يظهروا قد إيه من اللي قادرين يعملوه. يعني الشخص ممكن يكون عارف إنه قادر على أكتر من كده لكن ما يطلعش كل قدرته في الموقف، وده مش عشان ضعيف ولا إنه مش واثق في نفسه، لكن لأنه فاهم إن العلاقات الاجتماعية مش مبنية على الكفاءة بس. أنت ممكن تكون مميز جدا لكن لو كل تفاعل معاك بيخلي اللي حواليك يحسوا إن هم أقل، وجودك نفسه هيتحول لمصدر احتكاك. وده ما بيبررش سلوك المجموعة ولا معناه إن الشخص الكفء مسؤول عن المشاعر اللي حواليه، لكن بيفتح باب لفهم حاجة مهمة، إن الناس مش بتقارن نفسها باللي حواليها من فراغ. المقارنة بتحصل داخل سياق اجتماعي، والسياق ده ممكن يخلي نفس الإنجاز يتشاف مرة إلهام ومرة تهديد. وعشان كده الشخص الكفء ممكن يواجه نوع مختلف من الضغط. الشخص المختلف عادي ممكن يتعلم، اللي هو بيقول خليني أبقى شبههم
أما الشخص اللي أداؤه أعلى بوضوح ممكن يتعلم خليني مبقاش ظاهر قوي، وفي الحالتين الهدف واحد، الحفاظ على مكانته جوه المجموعة. الأولاني بيحاول يقلل اختلافه والتاني بيحاول يقلل ظهوره. أحيانا الإنسان مش بيغير نفسه عشان يدخل المجموعة، هو بيغير نفسه علشان يفضل فيها، والحاجة دي ممكن تحصل من غير ما حد يطلب منه. لأن الخوف من الرفض الاجتماعي مش مجرد فكرة بسيطة من نوع هم مش هيحبوني. الأبحاث بتشير إلى أن التهديد بالإقصاء أو الرفض ممكن يغير انتباه الإنسان واستجابته الاجتماعية، ويخليه أكتر حساسية لإشارات القبول أو الرفض، وأكثر اهتماما بإعادة الاتصال باللي حواليه. لأن لو إحساسك بمكانك داخل المجموعة اتهز، طبيعي هتبدأ تراقب مين اللي تقبل، مين اتضايق، أنا قلت إيه، عملت إيه، هو إيه اللي كان المفروض معملوش. ومع الوقت يدخل الإنسان في حالة مراقبة مستمرة لنفسه. هل هو كان تمام؟ كان كلامه مناسب للموقف؟ هل أنا اختلفت زيادة؟ هل أنا ظاهر بزيادة؟ ومن هنا الانتماء اللي كان في البداية حاجة إنسانية طبيعية ممكن يتحول لمحاولة مستمرة لضبط النفس. لكن في مشكلة، إنك لو فضلت تضبط نفسك عشان تناسب المجموعة، في لحظة معينة مش هتعرف إيه اللي اخترته وإيه اللي اتعلمته وإيه اللي غيرته عشان ما تترفضش. وده مش معناه إن كل حاجة في شخصيتنا لازم تكون ثابتة، بالعكس، إحنا بنتغير وبنتعلم، بنعدل في سلوكياتنا وبنتأثر بالناس، وده طبيعي. بس أهم حاجة لازم تكون واخد بالك منها، إنك تكون عارف أنت بتغير إيه وليه. ومن هنا هنقدر نفهم إن في فرق كبير جدا بين التكيف وفقدان الذات. التكيف معناه إنك تعرف تقرأ المكان، تعرف إمتى تتكلم وإمتى تسمع، وإزاي تتعامل مع اللي حواليك. أما فقدان الذات فبيبدأ لما قبول الآخرين يكون هو الشرط اللي على أساسه بتقرر أنت مين. ساعتها مش أنت اللي بتختار سلوكك حسب الموقف، الموقف هو اللي بيختار لك شخصيتك. أحيانا الإنسان بيقضي وقت طويل جدا في محاولة إنه يكون مقبول عند مجموعة من غير ما يسأل هل هو عايز ينتمي للمجموعة دي أصلا أو لأ. لأن إحنا ساعات بنفترض إن المشكلة فينا، اللي هو أنا محتاجة أبقى ألطف، لازم أهدى شوية، احاول ان انا ما اطلعش كل اللي عندي. لكن السؤال اللي لازم فعلا نسأله لنفسنا، هل المكان ده اصلا يسمح بالاختلاف؟ هل المجموعة دي تقدر تستوعب ان يكون في حد مختلف؟ هل نجاح شخص فيها هيعتبر مكسب للكل ولا بعض الناس هتعتبره تهديد؟ هل المكان ده مناسب ليا اصلا او لا، ولا انا بحاول اقنع نفسي ان المكان مناسب لمجرد ان انا عايزة ابقى هنا؟ وده يمكن يفسر ليه ممكن يكون شخص وسط عدد كبير من الناس ويحس انه مش مكانه، وشخص تاني ممكن يكون مختلف عن المجموعة اللي حواليه في حاجات كتير ومع ذلك بيحس انه مبسوط. لان الانتماء مش معناه انك تبقى نسخة من الموجودين، الانتماء معناه ان وجودك داخل مجموعة ما بيتطلبش منك انكار ذاتك. المشكلة مش ان الانسان بيتأثر بالناس، دي طبيعتنا، ومش اننا بنعدل سلوكنا على حسب المكان، ده جزء من قدرتنا على الحياة. المشكلة بتبدأ لما يكون ثمن القبول هو الاختفاء، لما تحتاج تخفي قدرتك عشان ما تبقاش ظاهر، أو تغير اهتماماتك عشان ما تبقاش غريب، أو تسكت باستمرار عشان ما تخسرش مكانك. النضج مش إنك توصل لمرحلة إن ما يهمكش رأي حد، النضج إنك تعرف تفرق بين حاجتين، صوت بيقولك اتعلم من اللي حواليك، وصوت تاني بيقولك غير نفسك عشان تكون مقبول. الأول بيحاول يوسع مداركك، لكن التاني لو استمر هيمحيك. كلنا بنتغير تحت تأثير العالم اللي حوالينا، لكن في فرق كبير بين إن العالم يساعدك إنك تعرف نفسك وبين إنك تقضي عمرك كله تحاول تبقى الشخص اللي العالم مستعد يقبله.